احنا دلوقتي في الحصري وحصل موقف لازم يتحكى. موقف عشان الناس تشوف. طيب احكي انا. ابتدي. بص لا استني، انا اللي بادئه الموقف. انا كنت عايزه اعمل بيبي، تمام، ومزنوقه وجايه من سكه سفر، فقلت ايه لنور شوفي لي الكافيه اللي احنا نقعد فيه ده فيه حمام. قالت لي فيه ايه؟ تعالي. رحت خلاص دخلت الحمام بعد طابور طويل قوي، هو حمام واحد يعني رجاله وسيدات، فلقيت طابور طويل قوي، قلت يا بنت اقفي الزنقه وحشه، ما عادي. اول ما دخلت لقيت في واحد بيكلمني واحد بيكلمني من الشفاط. في واحد باصص لي وبيكلمني الشفاط، والشفاط ده فوق القعده على طول. يعني انا هقعد كل حاجه باينه، كل حاجه مفيش غيره هيشوف. ايه اللي حصل بقى كده كمان؟ المهم فهي ما عملتش حمام وجت قعدت هنا، فهي كانت بتشتكي لي يعني بتتكلم، فجه بتاع الشيشه فبيقول لها ايه؟ انا عايز افهم حاجه، وحضرتك زعلانه ليه؟ مفيش حد غيري بيخش المكان ده. انا بس اللي شايفك. لا انا مش صغير على فكره، انا عندي بنتين. لا ما هبص عليكي، مفيش غيري بيخش المكان ده. قلت له لا ثواني، هو مش مديني فرصه؟ يعني انت عايزه حمام من غير شفاط؟ لا حضرتك اديني فرصه اتكلم. مصمم ان احنا معترضين ان في شفاط في الحمام، مش معترضين ان الشباك بتاع الشفاط مش موجود وان كل حد شايفنا. هو شرح لك بهدوء، قال مفيش غيره هيشوفها. خلاص اذا كان كده بيس عادي. وبيحكي لمين؟ لجوازتنا. ده الكلام ده موجه لجوازتنا، بيقنعهم يعني محدش هيشوفنا غيره عادي. يعني الفكره بقى مش هنا، الفكره ان انا لما دخلت اصلا الحمام لقيت 2 غيره اساسا كانوا بيتكلموا مع بعض وبيبصوا لي غير بتاع الشاشه ده اساسا. دول تبعه اكيد. لا اذا كان كده مفيش غيرهم برضه هيشوف. يعني هو لو صورني هو بس اللي هيشوف الفيديو. هو بس يا جماعه في امان في امان. انا ظالمه يا بنتي، نيتك وحشه والله. الدنيا في امان، احنا في امان. المهم ما عملتش حمام. المشكله ان انا باجي هنا كتير، بقول انا بخش نفس الحمام كل مره. دي مستغربه ان انا بقول لها الحمام ما فيهوش شباك، ده الشفاط لوحده. مستغربه تقول لي لا انا عامله فيه كتير قبل كده. ايه اللي ده؟ ما هو الحمد لله طلع ما فيش غيره. هو طمني. فيديوهاتك معاه هو بس تلاقيش. يا بنتي امين عمره ما يطلعها. انا واثقه على فكره، انا واثقه فيه.